اوعي تعملي كده. لو بتعملي الكحك والبسكوت وعندك شوية مكسرات أو سوداني من السنة اللي فاتت، أرجوكي ما تستعملهمش، لأنهم هيكون فيهم أفلاتوكسين. الأفلاتوكسين دي اللي هي السموم الفطرية حتى لو مش باينة، لكن مادام المكسرات قعدت فترة طويلة هيكون فيها سموم فطرية. أفلاتوكسين دي مشكلتها إن هي لو دخلت الجسم ما بتخرجش منه لحد ما توصل لحد معين وتبدأ تظهر والعياذ بالله الأورام والأمراض السرطانية. فناخد بالنا من صحتنا وصحة ولادنا. كمان يستحسن واحنا بنشتري المكسرات تكون فريش والمكان موثوق، ونشتريها صحيحة واحنا اللي نكسرها تجنبا للغش وخلط مكسرات قديمة مع المكسرات الجديدة. قوليلي بقى، بدأتي تعملي الكحك والبسكوت ولا لسه شوية؟